السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خدمة ديزل الإصلاح وربط الترمبات والرشات. النهاردة السبت يا جماعة، تعالوا نعرف الزبائن المحترمة اللي جاية لنا منين. واحد جاي لنا من الفيوم، والتاني جاي لنا من السويس، والتاني جاي لنا من المنيا. العربية المازدا دي يا جماعة دخنة وبطل على المطب وبرجل. الجامبو دي بتموت في المطالع. التانية نفس الكلام. تعالوا نتعرف كده مع بعض مع الناس المحترمة دي. السلام عليكم يا عم الحاج. طبعا انت شرفتنا النهارده، ودي تاني عربيه انت تجيبوها صح؟ قبل كده كنت انت بعت لي العربيه بتاعت الحاج. بعت لك اخويا. هو اللي بعت. اه ايه مشكلتك في العربيه؟ العربيه فيها دخنه جامده وبتخسع في المطالع وكده. طبعا ده يا جماعه بتدخن، والواير بتاع المجموعه بتاعت الميزان بتعلق، واحنا لسه بنحل ده قبل. وانتظرونا ان شاء الله بعد. انت منين يا عم الحاج؟ فيوم ان شاء الله. احسن ناس طبعا، بلد العز. معانا. ومعانا عربيه السويس. تعالى يا سويس، تعالى 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 يا صديقي، تعالى حطها عندك كده يا عم سيد. يلا اخواتي السويس طبعا يا جماعه، طبعا كل الناس عارفه ان انا طبعا من السويس، واخواتي وانا ببعت سلام من القاهره لاخواتي السويسه هناك. ايه مشكلتك يا صاحبي؟ ولا انت جيت عباره عن ايه؟ ولا انت جيت هنا ازاي؟ مشكلته صاحبي مش مظبوط على السلانسير وتبطل على المطب. تمام. ايه تاني؟ بس دي طبعا. مشكلة. اه فحلينا الترومبه طبعا عشان نبص عليه. تمام. طبعا يا جماعه حل الترمبه والرصاص زي ما انتم شايفين اهو. تعالى جرب يا ابني. تمام. عشان تعالى اوريكم الكباسات بتاعتها عامله ازاي. هو جاي لي من السويس مخصوص على فكره. والثانيه برضه طبعا هي كانت حل الترمبه عشان بطل المطب ومش ماسكه صنانش خالص، بتموت في المطالع. دي برضه نفس دي مش وكلام جاز وتموت في المطالع. تمام. شايفين زي ما انتم شايفين الغرف عامله ازاي. وراح لواحد واثنين وثلاثه واربعه وعشره زي ما انتم شايفين اهو. وادي الترمبه، وادي يا جماعه الترمبه اهي، وادي الحاجه اهي، وادي الكاس القديمه اهي. زي ما انتم شايفين عمره بتطلع عمره كامله، اكسف فواني بلوف. عندنا العمره كامله يا جماعه عشان تنساها. كون قولت بقى كباس وغير كباس وست فواني او غير كباسات بلوف، الكلام ده كله يا جماعه ما ينفعش. العمره ما كانتش تيجي كرتونه كلها بترص مع بعض، وزي ما انتم شايفين النوع الاصلي ده ما بينفعش. صيني ما بينفعش في العمره، استيراد ولما ما بينفعش في العمره. اعمل الصح وصف مره واحده صح. مركز الفني كله اصلاح ولا احنا هنا يا جماعه التخصص هنا ترومبه ورشاط بس. طبعا مشاكل الترومبات، عربيه مثلا بتبطل على المطب عيب ميزان، عربيه بتدخن عيب فواني، عربيه بتموت في المطالع ده عيب عيب ترومبه. لان النهارده يا جماعه بدل الكباس خرب، هي عربيه في المطالع لما تسخن مش هتلاقي الدوسه تحت رجلك، هتلاقي الدوسه كلها رايحه. لو فيها اسطوانه هتلاقي العربيه صوتها عالي ومفيش مشي. ده عيب ترومبه اللي احنا قلنا عليه، صوتها بيروح تحت رجلك ده عيب ترومبه. صوتها عالي ومفيش مشي ده عيب ديسكو اسطوانه. عشان مثلا تحل ديسكو اسطوانه وغير ديسكو اسطوانه على الفاضي. يعني اديني قلت لك على كل حاجه. طبعا انتصارنا ان شاء الله ده انتصارنا ان شاء الله. ومعانا كمان يا جماعه واحده عربيه جايه لنا من هنا اهي. تعالوا نسمع صوتها مع بعض. عربيه لسه معمره صح؟ بص اسمع كده في هنا الصوت يا جماعه. بصوا ركزوا معاه شويه. صوت زي شغاله اهو. الصوت ده لما يبقى موجود عندك ما تسكتش عليه. بص العربيه دي لسه معمره، سامعين النقره اللي فيها عرزه. بصوا المره بتعمل ازاي. معانا الدليكس الحانه دي هي مشكلتها عدم صح. تشتكي منها من هندسه. السحب بتاعها ما بقاش فيها سحب خالص. مره واحده كده السحب بتاعها اتخنق. طبعا يا جماعه انا اتكلمت في موضوع عدم السحب بتاع الديمكس ده كذا مره قبل كده، ان شاء الله هنحل ونقول لكم برضو الدنيا فيها ايه. ولما يكون عندك الصوت ده ما تسكتش عليه، لان الصوت ده بيعمل رايش جوه في الترومبه، يخش على الفوني يعلقها، ممكن لا قدر الله يصلح بيستم، يكسر بيستم زي ما حصل مع اخونا ايه اسمه التاني عماد. ده قبل وانتظرونا بعد ان شاء الله. هذا يا جماعه بعد ما خلصنا الجامبو اهو، الاسطوانه خلصت والجامبو الثانيه خلصت. تعالوا مع بعض كده نشوف الدنيا فيها ايه. طبعا ده شرف لينا احنا لما نصورها. تمام. تعالوا مع بعض كده نشوف الدنيا فيها ايه. تمام. طبعا غير العجل اللي واقف الناحيه الثانيه اهو. تعالوا مع بعض هوريكم كل حاجه دلوقتي يا جماعه
واعرفكم المشاكل واعرفكم الدنيا دي كلها. يا عم الحاج نعم. ايه رايك؟ ادي العربيه يا جماعه زي بعد الفل، خلصت الحمد لله يا باشا. تمام ان شاء الله تبارك الله. بامانه الله ايه رايك؟ والله زي الفل الحمد لله. يعني اخوك ما سوحكش محترم. حبيبي تحت امرك مكان. العربيه عامله معاك ايه؟ زي الفل الحمد لله. معاك ضمان سنه مني على طقم الفواني تمام والوش. كل يا جماعه اللي عملنا في العربيه كانت بتعلى توطى دخنه كلام جاز عدم مساحه كل الحمد لله خلص زي ما انتم شايفين اهو. شرفتنا يا عم الحاج والله حبيبي. وادي الجامبو الثانيه اهي. ايه تمام مرضي تمام. العربيه يا جماعه الواد الثانيه خلصت اهي. الله ينور عليك يا باشا. تمام زي ما انتم شايفين الله اكبر تبارك الله. المجرى واقفه بص الله اكبر. تعالوا مع بعض الناحيه الثانيه كده. معانا برضو العربيتين هم تمام. واحده حله ترومبا اهي ومعانا الاكروس دي الكريستاله ديت اهي. حله برضه وش وعادي انت اهو. حله برضه وش شايلينها عشان برضه بتبطل على المطب تمام. موضوع التبطيل على المطب ده يا جماعه من الوش بتاع الترومبا عشان بس ما حدش يدخلك في قصه حوار. وعندي عربيه جايه اهي دي انا سمعت لكم صوتها اللي هي فيها الترومبا كانت عامله صوت. حلين ترومبتها زي ما انتم شايفين اهو. ومعانا الحقن دي برضه حله انتر كولر عشان ما فيهاش سحب ما تسحبش. وده اللي بتاع مرشطه اهو تمام. طبعا يا جماعه هدفنا من الفيديوهات دي ان احنا نفهمك كل حاجه اللي بتحصل في العربيه. هدفنا من الفيديوهات دي ان انت لو عندك اي سؤال اي حاجه حضرتك عاوزها اتصل بالمركز الفني خدمه ديزل انا هرد عليك نفسي. اي مشكله حتى مش شرط تيجي اي مشكله عاوز تستفسر عنها تشرفني او تكلمني وانا تحت امركم في اي حاجه. مركز فني خدمه ديزل لاصلاح وربط ترمبات ورشات. احنا يا جماعه ما لناش اي فروع ثانيه وما لناش غير فرع واحد بس في نزله بصوص. ان شاء الله الفرع الثاني باذن الله لما يخلص هنقول لكم الفرع بتاعنا فين. وزي ما انتم شايفين اهو ده اللي يرزق بقى كل الناس. وادي اليافطه بتاعتنا. اليافطه بتاعتنا مميزه جدا يا جماعه. يعني يافطتنا وادي البرج الابيض اهو. اموره بيضاء اهي. انا في وشها تلف في وشها في وشها تمام. والديري في وشك اهو. مركز الفني خدمه ديزل لاصلاح وربط ترمبات ورشاشات. حبيبي يا محترم.